الموجة تتجه إلى ركلات الترجيح، إلى بونو وأوناي سيمون، إلى بونو وأوناي سيمون. ركلات الترجيح غالبا من يبدأ التسديد هو من ينتصر بنتيجة المباراة، لذلك نتمنى بأن يكون هذا الأمر واقعا في مباراة اليوم. عبد المجيد في مواجهة أوناي سيمون، عبد المجيد الله 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 الله. أول إلى مواجهة بونو في مواجهة ياسين 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 حكيم الآن في مواجهة أوناي سيمون. حكيم 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 الله. يلا يا ياسين سولير. الله 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 الله. يا بدر الثالثة. لا 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 لا. بدر بونو بونو بونو. يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب. المغرب للتاريخ، المغرب للتاريخ، المغرب إلى الدور القادم، فخر العرب إلى الدور القادم، فخر العرب. يقولون لإسبانيا مع السلامة باي باي، مع السلامة باي باي، بالله تشاو بالله تشاو بالله تشاو. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. المغرب إلى الدور القادم وإلى الدور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس العالم، في إنجاز تاريخي يسطر للعرب بأقدام المغاربة هنا في هذا الملعب. المغرب تأهلت، وصلت إلى الدور القادم لتواجه الفائز من مباراة المنتخب البرتغالي والمنتخب السويسري. رجعت مغربية، رجعت مغربية. يحيى عطية الله في القائمة الساري بالراس. جول 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 جول. المغرب دائما مباشرة عبر شاشات القناة الرياضية مختلف قنوات الشركة الوطني دعوة التلفزة. حافلة المنتخب الوطني الآن بعدما جابت شوارع مدينة سلا، مرور عبر حي السلام، الآن عبر باب المريسة، ثم عبر قنطرة الحسن الثاني، التوجه مباشرة للضفة الأخرى للعاصمة الرباط. تابعنا صور خيالية، صور للتاريخ، وستتواصل الاحتفالية بصور أخرى أكثر جمالية في هذا اليوم الجميل والمشهود. أكيد، فسلا الرباط والعدوتين هي مدينة تسكنها الدولة، واليوم تستقبل المنتخب الوطني المغربي بعد هذا الإنجاز. ولاحظنا على أن الجماهير تسعى لتقديم كل ما يكون في مستوى الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني المغربي. المغربي بالطبع ديالو كيبغي يقدم اشياء رائعه، كيبغي يرد جميل، وهذا هو اللي كنشوفوه اليوم. فهذه صور تاريخيه، هذه صفحه اخرى من صفحات المجد اللي كيعيشها، وهذه محطه اخرى من محطات المسيره. المسيره مستمره، المسيره يعني لن تتوقف، مسيره النماء، مسيره انجازات، مسيرة التقوية. والمغرب الرياضي اليوم يعيش واحدة من أجمل اللحظات ديالو مع القاطرة اللي هي كرة القدم الوطنية. وأوراش التنمية أمامكم، أوراش التنمية أمامكم، العاصمة الرباط، مدينة سلا، المنجزات، الملاعب، وهذه أمور نفتخر بها نحن كمغاربة حينما نتحدث دائما عن الإنجازات وهذه المكاسب المهمة. لأن الذي أعطى الأوامر والتعليمات هو الملك محمد السادس. اللحظة اللي كيمر فيها، لأنك هذاك هو الممر اللي كيمر فيه،
من خلال شوف ماشي غير كرة القدم، فجميع الرياضات، هناك كرة السلة، هناك كرة اليد، وملاعب كبيرة للقرب وملاعب صغيرة. هذا كيأكد على الفلسفة والهندسة التي يتم التخطيط لها بحنكة ودراية كبيرين، لأن بدون تخطيط وبدون استراتيجية لا يمكن أن يتحقق أي شيء. فكما قلت أوراش هذا المسرح الذي يعتبر مسرح كبير، برج محمد السادس نصر الله، ويطل عليه البرج، أكبر برج في إفريقيا. فالحمد لله المغرب ينمو بطريقة سريعة ومتوازنة ومسؤولة ومضبوطة على مستوى جميع الميادين. فالحمد لله كما أن لنا الركراكي إطار وطني، فهناك العديد من الركراكيات في مجالات أخرى. هذه سنة الخير، سنة التفاؤل، وتابعنا ما شاء الله الأمطار الخير اللي تهاطلت، وكيف كانت البشائر الخير بالنسبة لعموم مواطنينا المغاربة. زيد على ذلك انجازات المنتخب الوطني المغربي، هذا يبعث دائما على التفاؤل بانه وطن الخير والانجازات. كانت اشياء رائعه، انجازات في قطر والمطر في ارض الوطن، كانت هناك اشياء رائعه. وثم هذا ليس غريبا على جلاله الملك محمد السادس نصره الله، لان شغفه بالرياضه وقد تحمل مجموعه من المسؤوليات في مجال الرياضه. كان رئيسا للجنه المنظمه للالعاب المتوسطيه 1983 وكانت ناجحه بكل المقاييس. المغرب ايضا عندما استقبل الالعاب العربيه في 95، ثم البطوله الافريقيه لالعاب القوى، مجموعه من المحطات. فهذه اشياء رائعه. هناك الرياضه، هناك كره القدم، ولكن من خلال هذه الجوله نطل على الشبكه الطرقيه، نطل ايضا على ما يقوم به الامن وكيف بسلاسة الآن. فخامة الصور تكفي أيها السادة والسيدات. استقبال الكبار من مملكة الكبار، استقبال الأبطال من مملكة الأبطال، حب الوطن بأجمل الرسائل من أبناء هذا الوطن. تابعوا قاسمهم المشترك، حبهم لوطنهم ولكل ما له ارتباط بهذا الوطن الغالي، حبهم للمغرب، حبهم لكل قضايا هذا الوطن، حبهم لحامي الأمة والدين أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. إذا الوصول لباب شالة والعاصمة الرباط تزينت هي جميلة جدا وتزداد شمالا بهذا الاستقبال التاريخي للمنتخب الوطني المغربي. هي مدينة أنوار، ولكن هذه مصابيح أخرى انضافت إلى باقي الأنوار التي تتزين بها مدينة الرباط. هي في الحقيقة هؤلاء الشباب هم شباب أضاءوا مدينة الرباط وأضاءوا المغرب أولا بجهدهم وبمثابرتهم وبروح انتمائهم إلى هذا الوطن العزيز. فاكتب يا تاريخ هذه المشاهد الرائعة، اكتبوا يا مدونين ويا مؤرخين على أن المغرب الحمد لله شامخ وسيظل شامخا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن أرض الملاحم نقدم لكم واحدة من ملاحم ارتباط الشعب بالوطن، ارتباط الشعب بالملك محمد السادس نصره الله ويده، ارتباط الشعب بكل ما له قضايا بهذا الوطن، واليوم يتجسد من خلال المنتخب الوطني المغربي في صور كما قلنا غني عن كل تعليق. إذا الآن الوجهة شارع الحسن الثاني كما نتابع
ونعيش هذه الأجواء الجميلة جدا، ونترك التعليق لضيوفنا الكرام بطبيعة السي بوسات. تفضل. نعم، هو كتابة ديال التاريخ. الآن عبر شارع محمد الخامس، استهوته شارع محمد الخامس. قلت لك أبو سال استهوته المشاهد ونسي أسئلتك. لأن لا يمكن لمغربي وطني، أنا أحب بلدي كباقي المواطنين. شوف هذه الأعداد القياسية. ساحة البريد الآن نخليو الصور والآزج. إذن كما تابعنا وكما نتابع دائما أجواء استثنائية، استقبال شعبي وجماهيري لبعثة المنتخب الوطني المغربي فور وصولها لمطار الدولي الرباط سلا. بعد ذلك جابت أهم شوارع مدينة سلا نحو العاصمة الرباط. كما نتابع الصور هنا أبلغ من أي تعليق، ودائما نواصل معكم هذه التغطية المباشرة والاستثنائية لهذا اليوم الرياضي الوطني، لهذا اليوم الذي سيبقى موشوما في الذاكرة وفي التاريخ. بدأناها في كأس العالم بأجمل بداية وأجمل النتائج كانت هناك، ونواصلها على مستوى أرض الوطن بعد وصول المنتخب الوطني المغربي. وفي الكواليس ربما كان حديثكم وانبهاركم
لهذا الأعداد القياسية من الجماهير، من المواطنين الذين خرجوا ليعبروا عن حبهم وعن دعمهم وعن احتفالاتهم بهذه الإنجازات التي تحققت من خلال المنتخب الوطني المغربي. ما أروعه الشعب في حضن وطن في الحقيقة غالي وغالي على كل المغاربة. فالجميع يرسم في حضن هذا الوطن، كله حب، كله تفاؤل. وما هذه الصور الناطقة إلا تأكيد وإلا ملحمة على ما يعيشه المغرب من إنجازات ومن خطوات رائدة في جميع المجالات. والحمد لله التتويج، لأن لما تكون عندك كرة القدم في حالة صحية جيدة فاعلم بأن الأمور الأخرى تسير على أحسن وجه. هذا واقع وهذه حقيقة. جماهير الحال لسنة يقول سعداء بكم لأنكم شرفتم الوطن، مبتهجون بكم لأنكم رفعتم راسنا عاليا بين الأمم وجعلتم اسم بلد المغرب الحبيب، مغرب الأمل والتفاؤل والإنجازات، مغرب الحضارة، مغرب التاريخ، مغرب النماء، مغرب الأسرة العلوية المجيدة، وبقيادة الرياضي الأول جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وها هو المنتخب الوطني المغربي الآن يعود من قطر ويتبختر في شوارع الرباط بالأحمر والأخضر. فالمغرب اليوم يقيم الحدث ويعيش الحدث. المغرب يقيم عرسا، المغرب اليوم يقيم عرسا لأبنائه. المغرب يقيم عرسا لأبنائه بكل الطقوس وبمشاركة والرباط وبشهادة الشعب المغربي. نعم، يقيم عرسا، وفي هذا العرس رسائل لمن يهمهم الأمر ممن يشككون في الخارج بما يعيشه هذا الوطن. هذا خروج تلقائي واحتفال تلقائي وتعبيرات مغربية أصيلة بالحب وبقوة وجمالية كرة القدم. هذه كرة القدم وهذا هو المنتخب الوطني المغربي، وهي المواهب الآن من الداخل ومن الخارج التي تقدم إنجازا عالميا يتفاعل معه. نعيش هذا الأجواء. اسمع الطريقة، اسمع. إذا سعادة لا توصف بالنسبة للعناصر الوطنية، متوجهة الآن إلى القصر الملكي العامر حيث سيحظى أعضاء المنتخب الوطني باستقبال ملكي سامي احتفاء وتقديرا بهذا الإنجاز التاريخي العظيم. فالحقيقة ختمها لاعبو المغرب وهم يقولون سير سير سير. فهذا سير ستكون رمزا وستكون انطلاقة حقيقية في جميع القطاعات، جميع المجالات. والحمد لله المغرب يخطو بثبات في هذا الإطار، سواء في المجال الرياضي أو في جميع المجالات الأخرى. كل ما نتمنى ونتوق إليه هو أن تكون هذه الاحتفالات أن تترك بصمتها في نفوس هؤلاء اللاعبين، وبطبيعة الحال لقد تركت تلك البصمة، وهو مؤشر على أن عناصر المنتخب الوطني منتشية بهذا الاستقبال الشعبي والجماهيري المنقطع النظير، حيث امتزجت دموع الشيوخ والأمهات والأطفال والكل في صف واحد، الكل ينادي عاش المغرب. فهذه ملحمة في الحقيقة من الملاحم التي تذكرنا بالمسيرة الخضراء، وهذه مسيرة رياضية خضراء إن شاء الله ستعطي أكلها مستقبلا بإذن الله. والبداية كانت في قطر، والإشعاع كان في قطر، والانطلاقة إن شاء الله ستكون على جميع المستويات بمختلف مشارب الرياضة الوطنية، كرة القدم ورياضات أخرى حتى لا نهملها، لأنها حتى هي الأخرى أعطت بريقا وأعطت لمعانا للرياضة المغربية. لا ننسى مثلا رياضة ألعاب القوى وبعض الرياضات الأخرى الأولمبية التي أعطت قفزة نوعية
وأعطت مؤشرا على أن الرياضة الأولمبية المغربية في الاتجاه الصحيح. كل ما نتمنى هو أن تستمر هذه الأفراح وأن تكون بداية أفراح ونهاية لكل الكبوات التي عشناها وسئمناها. وهذا التحدي سيتواصل من قلب المملكة المغربية التي ستحتضن مطلع السنة المقبلة 2023 بضبط شهر فبراير كأس العالم للأندية، كذلك مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم للسيدات، مجموعة من المواعيد الكبرى الأندية الوطنية في استحقاقاتها القارية، وبذلك مطالبين أن نواصل هذه الإنجازات ونبحث عن إنجازات أخرى. الآن هي بداية المشوار كما يقال، خصوصا مع هذا الإنجاز العالمي، فأعطانا الشحنة، أعطانا القوة الآن من أجل مواجهة كل الصعاب الآن وكل التظاهرات المقبلة إن شاء الله من أجل تألق آخر وإشعاع آخر يليق بهذا الوطن. هذا المنتخب الوطني الذي بلغ دور النصف في الدوحة القطرية فأنهاها وهو يقول لنا سير سير، ينبغي أن لا يتوقف المسير، أن يستمر المسير. وهذا السير في كل الخطوات، لأن كاين هناك مجموعة من المواعيد. وكرة القدم الوطنية التي توهجت عالميا الآن مستقبلا سيكون عليها ضغط أن تحقق الأقوى وتحقق الأحسن. علينا أن لا ننسى على أن ما نعيشه اليوم هو يعني وفاء بالتزامات جلالة الملك محمد السادس، ونعاود نقولها نصره الله، والتعبير اللي كنقولوا دائما الرياضي الأول. ثم في الجامعة الملكية المغربية والتحولات اللي عرفتها رئيس شغوف بكرة القدم السي فوزي القجع الله يطول في عمره أيضا، إضافة إلى الجرأة في التغيير. لاحظنا كيف تم تغيير المدرب أيام قليلة قبل المونديال، ولكن الرجل كان يدرك على أن التغيير مطالب به شعبيا، وعلى أن الأمور أصبحت في حاجة إلى تصحيح الأعطاب، إلى إصلاح ما يمكن إصلاحه قبل دخول هذه المعمعة وإعادة مجموعة من المغضوب عليهم ظلما، ثم ترميم يعني توفير مجموعة متكاملة منسجمة متناغمة قادرة على تحقيق ما حققته. هذا رهان، ولكن هذا الرهان احنا عشناه، لأن ما يحققه الرجال، يحققه ذوي النيات الحسنة. كان باللي وصلنا تما بدينا كنسمعوا مصطلحات نذكر بها، كيف قلت قبيله كنسمعوا النية راه تكون عندنا، كاين احيانا تنساوها ولا ما كنخدموهاش اولا كنستعملوا واحد النية اخرى، العائلة. ثم بدينا كنسمعوا العائلة. المغرب كان دائما عائلة. هذا الجيل ديال اليوم السي عادل انا يذكرني عندما نقرأ تاريخ المغرب، الرياضيون كانوا في الصفوف الأمامية للمطالبين بالاستقلال ديال البلاد، تعذبوا تألموا وعاشوا السجون وعاشوا رياضيون. والآن الآن مطالبون بنهضة هذا البلاد، مساهمة في النهضة التنموية في هذا البلاد. عرفوا قيمة قطاع الرياضة ودوره الكبير في إشعاع يعني أي بلد. الرياضي اليوم الذي يخرجنا إلى الشارع ويقيم لنا هذا، يفرض علينا هذا العرس ويفسح لنا هذا المجال أن نخرج إلى الشوارع. ثم هذا الرياضيين اللي حققوا هذا الإنجاز جعلوا على أن المنطقة ديال العرس اللي هي مدينة الرباط تتجمل وتفسح وتوفر شوارعها للاحتفال، وكل طقوس الاحتفال كتهيئة. هذه هي الرياضة، هذه تم حتى صور حضارية جدا من طرف هذا الآلاف من هذا الجماهير، يعني من بداية من مطار الرباط سلا عبر مدينة سلا ثم العاصمة الرباط، وختم بهذا الشكل. انه الاحتفالات ما زالت متواصله. هذا يوم التتويج، الاحتفالات اللي عشناها طيله ايام المونديال بعد انتصارات المنتخب الوطني المغربي. ما نساوش كذلك يعني تحيه والتقدير والشكر ناس ديال الامن الوطني، قوات المساعده، الوقايه